يا ترى مين هو النمر في القصة التانية؟ باي بيسكت للحظة، بيكمل القصة التانية وبيكشف إن ريتشارد باركر هو باي نفسه. النمر ده ما كانش حيوان بجد، لكنه كان رمز للحتة المظلمة والوحشية اللي جوه باي، الغريزة الحيوانية البدائية اللي باي اضطر يطلعها علشان يقدر يعيش في الظروف اللا إنسانية دي. أبوه كان قال له جملة تحذيرية زمان لما حاول يقرب من النمر في حديقة الحيوان: لما بتبص في عينين النمر أنت مش بتشوف روحه، أنت بتشوف مشاعرك منعكسة عليك. والجملة دي دلوقتي بقى ليها معنى جديد ومرعب. باي ما كانش بيروض نمر حقيقي، هو كان بيروض الوحش اللي جواه، طبيعته الوحشية والبدائية اللي كانت موجودة وظهرت دلوقتي أول ما حس بتهديد. وهنا الفيلم بيخبطنا بالحقيقة الصادمة. القصة الجميلة المليانة صور مبهرة ومغامرات كانت مجرد غطاء، مجرد قصة رمزية اخترعها عقل باي علشان يقدر يستحمل بشاعة اللي حصل بجد على القارب. تعالوا دلوقتي نحكي القصة التانية، القصة الواقعية الموجعة، ونشوف إزاي كل حدث فيها بيوازي حدث في قصة الحيوانات.